السلام عليكم ورحمة الله خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم خوتي خواتاتي؟ كلشي مزيان؟ نتمنى خوتي هاد الشهر د رمضان ان شاء الله دوزوه كامل ان شاء الله بالصحة والسلامة وهنا الوقت، ورمضان كريم. واخا جا معطل نشارك معكم هاد النهار واحد الكريب. نتمنى خوتي يعجبكم وتجربوه ان شاء الله وتردوا عليا في الكومونتيرات. ان شاء الله عندنا خوتي واحد جوج بيضات، عندنا نص لتر د الحليب، وعندنا واحد الفانيا وقشور الحامض حكيتهم، حامضه حكيتها. غادي نضيف دابا الحليب، ضفت البيض غنضيف الحليب، غادي نضيف عليه الفاني، واحد شويه ديال الخماره حمراء ولكن ماشي دابا تنضيفوا الدقيق. غادي نضيف الملحه على حسب الذوق، حيت كما قلت لكم البنات الكريب غادي نديرو حلو ماشي مالح. المهم الملحه على حسب الذوق، نديرو واحد القريصه د الملحه باش نحسنوا الذوق وصافي. دابا غادي نخلطو مزيان وغادي نزيد الدقيق. ما عرفتش واش بالكم ضفت السكر ولا لا. امير تيقول لي عطيني نخلط، راه هو اللي تيصور ليا، ولكن فاش وصلت للقليان باش نخبز الكريب المشكله لقيت امير نعس، صافي هي نعس صافي خليته يرتاح شويه الكريب الخليط، ومن بعد عاد خبزته لقيته نعس صافي كملت راسي التصوير، خدمتي بيد وحده. صافي تنخلطوه مزيان، بعد تنضيفوا الدقيق، تنضيفوا السكر على حسب الذوق، كل واحد والذوق ديالو في السكر. يمكن لكم ديروا 2 معلقات 3 4، انا راه تندير كاس حيت مولطا تيبغي الحلاوه والدراري تيبغيو حلو. دابا تنحك الحامض وامير تيخلط، تنقول له غير هدا خليني ندير راسي، راكم عارفين الدراري تيبغيو كون تقولي لهم ديروا شي حاجه كاع ما يبغيو يديروها. من بعد ما ضفت حكيت الحامضه كما شفتوا، غادي نضيف الدقيق. عندي مغربل في البواطه، ديما تنخليه في البواطه مغربل. ضفت السكر، سمحوا لي عفوا السكر. غادي نضربو مزيان، تنخليه نخلطو مزيان. دابا عاد غادي نضيف الدقيق، الدقيق على حسب الخليط. دابا ضفت هذه الثانيه، ديك الطاسه المكيال اللي دايره هذه الثانيه، ومازال الخليط خاصو، حيت كاين شي نوعيه ديال الدقيق الابيض تيكون ما تيشربش، وهاد النوعيه اللي تستعمل انا ما تتشربش. راه ما كنتش عواله البنات كاع غادي نشارك معاكم. كما قلت لكم البنات كاينه النوعيه اللي تتشرب وكاينه اللي لا. ودابا غنبقاو نخلطوه حتى باش مابقاش فيه هذوك الكتل، واخا راه الدقيق مغربل ولكن حيت الحليب بارد. تنبقاو تنخلطو مزيان. دابا غادي نوريكم القوام ديالو كيفاش تيجي. هو تيجي خف من الكيكه، تيجي خفيف.
هانتوما خوتي دابا بديت درتو يطيب من بعد ما ارتاح واحد نص ساعه على حسب الوقت اللي نتوما مشيتو ديروا شي حاجه وخليتوه يرتاح. دابا غادي نضيفو، عندي ديك المغرفه تنعبر بها مع هاد المقله عندي كبيره، كاين عندي مقله واحده اخرى صغيره اصلا تنعبر واحد المغرفه صغيره. غادي نديرو دابا ان شاء الله، هانتوما تشوفوا غادي نميلو خليه غادي يبقى ندير على المقله، ومن بعد غادي نشعل عليه البوطه، حيت انا تنكون طفيت البوطه تتكون المقله سخونه. عطوا البال اخوتي على اللي ما تيقدرش على السخونيه يدير هذيك الكيس اللي تيهزو به. فاش عاد تنديرو خوتي المقله تسخن تندير فيها ضروري شويه ديال الزبده تندهن بها باش ما تبقاش تلصق ليا. صافي درتها غير مره واحده حيت اصلا الكريب فيه الخليط فيه سميتو فيه الزيت. تنشوف الجناب فاش يبداو ينشفوا تتقلبوها، ولكن كل واحد وكيتيبغي على حسب يدو، كل واحد وكيسميتو. الا ما قدرتوش ديروا شي حاجه هزوا بها، انا اصلا متعوده على هكاك. وإلا خفتوا منها تطفيو البوطه وعاد قلبوها. هذيك هي الزبده انا اللي تنستعمل بلا ما نذكروا السميات، هي اللي تندير بها اصلا من سنوات وانا تنستعملها، ما فيهاش الرائحه، واخا تديرها في المسمن في اي حاجه ما تعطيش الريحه. غادي نعاود معكم واحده اخرى. انا ضروري ما تنطفي البوطه حيت المقله عندي تتسخن بالزربه دغيا غادي تلهب ليا. حتى كي تيجي خفيف تنوريكم كي تيجي خفيف. ونتمنى البنات يعجبكم وتجربوه. هو ساهل ومقادير بساطين وموجوده في كل بيت. 2 بيضات ماشي شي حاجه، نص طاوله الحليب، يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتو، غير بيضه وحده و2 كيسان د الحليب ماشي شي حاجه. المهم تيجي خفيف ما تيجيش ثقيل، تيجيش مدقصه البنات وثقيل، حيت الوزن ديال الكريبه راه باين تيكون خفيف. والمقله ضروري خصها تكون ما تتلصقش، وإلا كانت عندكم شويه تتلصق هذه راه تنستعملها للبيض بزاف د الحوايج، ولكن ضروري خصكم دهنوها بشويه ديال الزبده. في الاول دهنوها بشويه ديال الزبده الا كانت عندكم مقله مستعمله تستعملوها لاغراض اخرين. هانتوما نقلبتها بسهوله بسهوله. والله البنات ما بقيت تنقدر ندير شي وصفه ونشاركها معكم، تنطيب الحمد لله وتندير بزاف د الحوايج، ولكن اخوتي راه ما عرفتش واش صابتني العين ولا ما نعرف. راه من رمضان اللي فات اخر حاجه كنت حطيتها معكم المروزيه، من موراها كان خسر ليا التليفون. صورت الفيديو ديال الكيكه بجوج تليفونات، ما جاش التصوير مزيان حيت التليفون خسر ليا. وصافي هذيك اخر مره حطيت شي حاجه باش في الطبخيه، هذيك المروزيه والكيكه فقط هما اخر حاجه. والمهم هذه هي الوصفه ديالنا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم هذا الكريب هذا. المهم زوقته درت له الشكلاط، واسمحوا لي ما شاركتش معكم الطريقه. انا عندي نوتيلا، واللي عنده اي ماركه ديال الشكلاط ماشي مشكل، دهنوه ودرتو وربعتهم، دهنتو من الداخل ربعتهم ودرت خطيط ديال ودرت واحد شويه ديال اللوز. ما تنساوش اخوتي يعجبكم الفيديو ما تنساوش واحد اللايك واحد الاشتراك في القناه.
واحد الكومونتير مشجع. الكومونتيرات ديالكم هما اللي تيشجعونا. شكرا لكم على الكومونتيرات الزوينه، ونتمنى التوفيق للجميع ورمضان كريم. وشكرا لكم بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله.